واخيرا الحلقه بتاعت مستر بيست نزلت، الحلقه اللي كانت قلب الراي العام في مصر من حوالي شهر ونص، لما طلع بتصريح مستفز جدا لاي حد ممكن يسمعه لاول مره، وان هو قال ان هو قدر يأجر الاهرامات لمده 100 ساعه. All 3 of the pyramids of Egypt for 100 hours. I'm gonna do a video where they're gonna let me explore anywhere I want in the pyramids for 100 hours. We're gonna sleep at the pyramids all to ourselves. How did they know what the heck? Well, we worked with the Egyptian government and we got access to the pyramids. دي حاجه اصلا بالنسبه لاي انسان طبيعي مش حاجه منطقيه ابدا، زي ان انا اقول لك ان انا اجرت القاهره كلها لمده يوم، حاجه مش منطقيه ابدا مهما كان الامكانيات اللي عندي. ولكن اللي كان واضح جدا في الفيديو ده وهو بيتكلم ان هو كان بيفليكس او ان هو عامل فيها جامد وروش جدا قدام الناس اليوتيوبر اللي كان قاعد قدامهم، وده كان واضح جدا من الرياكشنات والشغل. How did they know what the heck? الوقت ده كنت بسمع رايين، في واحد فيهم كان نفسي بس ليه بتعملوا كده معايا؟ بتاع ان هو يا جماعه ده مستر بيست اشترى الاهرامات، يا جماعه مصر بتبيع اهراماتها، على اساس ان الناس اللي شغاله في وزاره الاثار دول بيلعبوا بومب ومرجيح. ده طبعا شيء مستحيل، الناس دي ماسكه ملف السياحه باحسن شكل ممكن من زمان جدا، وبيقدروا يعالجوا مشاكل ما بتوصلناش اصلا، فبالك ان هو يقدر يعمل كولاب مع حد من اهم اليوتيوبر اللي موجوده في العالم، وده مش بكلام انا، ده ارقامه بتقول كده. فكولاب زي ده او عمل مشترك مع شخصيه مشهوره بالحجم ده، فعلى الاقل لو ما كنتش هتاخد منه فلوس فهو هيحرك لك شكل السياحه بشكل كبير جدا فوق ما انت تتخيل. وده لسبب بسيط قوي، تقريبا من الناس اللي بتتابع مستر بيست من سن ال 14 فيما فوق، والشريحه دي بقى مش موجوده مثلا في امريكا، مثلا في استراليا بس، في كندا، لا ده على مستوى العالم كله. على الاقل يعني اللي هو ده سيناريو قد يكون مش موجود لو ما اخدتش منه فلوس قصاد ان هو هياخد المكان بتاع الاهرامات يصور فيه براحته. الناحيه الثانيه هو دخل لك سياحه ضخمه جدا انت مش متخيل حجمها عامل ازاي. بص لك ان تتخيل ان دي قوه مستر بيست لما يجي يعمل اعلان للسياحه لدوله معينه. بص انا مش عارف انت هتصدق اللي انا بقوله دلوقتي ده ولا لا، ولكن الامارات جابت مستر بيست عشان يعمل اعلان لدبي. كيف تبدو تجربة $500,000؟ تجربة خضناها. أنا أقف على قمة أطول مبنى في العالم، وحتى أرخص تجربة خضتها ركوب الجمل. كم من الوقت يمكنني ركوب جمل $1 دقيقتان $2. اتفقنا؟ فيديو بعنوان انا جربت ان انا اتفسح $1 وجربت اتفسح $500,000. في الفيديو ده في الثانيه 52 في بدايه الفيديو اصلا عمل اعلان ببلاش للاهرامات. أردت ركوب جمل في مصر لكن التكلفة أكثر من $، لذا سأضع صورة الأهرامات في الخلف وأنشر. رائع. كمل بقيه الفيديو ان هو بيتكلم عن شويه حاجات مختلفه لحد ما راح لدبي وعمل تجربه سياحه كامله $500,000. طبعا انا مش محتاج اقول ان قد ايه الامارات بتصرف مليارات سنويا على سياحه بلد، وده شيء ذكي جدا ومهم جدا لاقتصاد اي دوله، ده بسبب ان كل دوله بيبقى ليها مصدر قوه بتدخل منه دخل بلدها. طبعا كلنا عارفين من زمان جدا ان اقوى مصدر دخل الامارات من زمان بعد البترول هو السياحه. فانا في حاجه صغيره بس عايز اوضحها، ان الجمهور او الاودينس اللي موجوده عند مستر بيست مش موجودين مثلا في نطاق امريكا وكندا واي حد بيتكلم باللغه الانجليزيه، لا الراجل ده بسبب ان هو كسر حاجز اللغه وبقى في اليوتيوب مفتوحه له كده تقريبا مش موجوده غير في قنوات قليله، ان المحتوى بتاعه فيه اوديو تراك، ان هو يخلي الكلام اللي هو بيقوله بيترجم بلغات مختلفه. فانت متخيل الفيديوهات وصلت لحد فين؟ وعمل حركه انا شايفها بجد من اسرع الحركات اللي اتعملت في الماركتنج كله، ان هو جاب محمد برعي يخليه هو اللي يدبلج صوته في الحلقه دي تحديدا. انا مستر بيست الحقيقي او مش بالظبط قوي، الموضوع بدا لما لقيت ايميل مبعوت لي من حد شغال مع مستر بيست. في البدايه قلت ده مقلب اكيد وهرمي الايميل للسبام، بس اللي اكتشفته انهم طلعوا بيتكلموا بجد. ده هيبقى كولاب ما بينه وما بين مستر بيست، ان انا هكون اول حد يسجل صوت مستر بيست بالنسخه المدبلجه المصريه. تقول لي طب اشمعنى؟ بسبب ان الحلقه دي كان عليها مشاكل في الراي العام في مصر، فالحركه انا شايفها يعني حتى مش عارف هي كانت مقصوده ولا غير مقصوده، بس انا شايف ان الحركه دي من اذكى الحركات التسويق اللي اتعملت في الدنيا، بعيدا عن محمد برعي مشهور او لا، بس فكره ان انا جبت حد يقدر يكسر حاجز اللغه ويخلي الجمهور المصري يسمعني بلغته، حركه سريعه جدا واتنفذت حلوه قوي. كان كولاب شايفه من احسن الكولاب اللي ممكن يكون اتعمل في يوتيوب مصر. نهايه مغامرتنا. انا مش عارف ليه مصر سمحت لنا نعمل كل ده، بس انا ممتن جدا. تحيه خاصه للبلد دي، انتم مدهشين. سبسكرايب فور مستر بيست. هي سبسكرايب لمحمد البرعي. وهنا في تريكايه عايز اتكلم فيها يا جماعه بالنسبه لصناع المحتوى، مهما بلغت من شطارتك في اي مكان تاني اليوتيوب مهم قوي قوي قوي. ماشي محمد البرعي ممكن ما شاء الله يكون موجود على كل المنصات ومتشاف بشكل كويس جدا، ولكن فكره ان هو يوتيوبر وبيعمل محتوى بشكل دوري على اليوتيوب، انا في اعتقادي التيم بتاع مستر بيست لما هيجي يدور مش هيدور على حد مثلا مشهور على توك واجيبه، لا انا هجيب حد مشهور على اليوتيوب يدبلج الصوت. فمبروك محمد البرعي الصراحه، مبسوط لك جدا والف مبروك يا صاحبي، وربنا يوفقك ان شاء الله. اتمنى ان حركه صناع المحتوى تتحرك بعد كده اتجاه اليوتيوب، لان فكره الكولاب او العمل المشترك ما بين اثنين صناع محتوى كبار او صغيرين او ايا كان اساسها ودايما بتظهر بشكل
بشكل حلو قوي في اليوتيوب. فخلينا نرجع تاني لمستر بيست ونتكلم عن حلقه الاهرامات. احنا عايزين نتكلم عن الحلقه بقى، اول طلعه كده عايزين نتكلم عليها، وهي ازاي مستر بيست ظهر الاهرامات بالشكل الحلو قوي ده. يعني انا بقالي 28 سنه مصري، اول مره اعرف ان الاهرامات جواها جوه قلب الاهرامات في ميه. يعني انا المشهد ده لما شفته، ما هو يا جماعه الحلقه بتتكلم عن الاهرامات وهو في مصر، فالميه دي جابها منين؟ والمرشد السياحي اللي معاهم، فانا دي معلومه ما كنتش عمري عرفتها او شفتها قبل كده. طبعا غير في شوتس كتير جدا متاخده في ممرات. انا فعلا بقالي كتير قوي مصري وعارف ان الاهرامات من اهم المعالم السياحيه، بس ما كنتش عارف ان الاهرامات جواها تفاصيل وحاجات جامده جدا كده. فانت لو شفت الحلقه وجاي بتتفرج عليا دلوقتي او لسه هتروح تتفرج على الحلقه، فانا كمصري اندهشت بالله انا شفته لاول مره، فبالك اي حد تاني غير المصري بيشوف ده لاول مره بالنسبه له بوم. انا عايز اقول لك بس الحاجات دي مهمه جدا لدرجه انت مش متخيلها. يعني ساعات بيوقفوا مثلا ناس اجانب ويسالوهم عن دي دوله ايه، او الاهرامات موجوده فين، او هم ممكن ما يكونوش عارفوا الاهرامات اصلا، ولا يعرفوا ان في دوله في العالم فيها اهرامات وواحده من اهم المعالم السياحيه اللي موجوده في العالم، وان ده تراث بقى له 4500 سنه. كل المعلومات دي محدش يعرفها. فبالك اللي بيتفرج على المحتوى ده اصلا معظمه في اوروبا وفي امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه وفي دول كتيره قوي على مستوى العالم، وفي الصين وفي اليابان وهكذا. فبالك هو بيشوف الاهرامات بزاويه انت كمصري ما شفتهاش قبل كده. ده يا جماعه من اهم الفيديوهات الترويجيه لمصر اللي حصلت اخر 20 30 سنه فاتت. الحلقه دلوقتي بعد نزولها هي لسه ترند رقم 1، ويمكن لحد ما بسجل الحلقه دي هي لسه ترند رقم 1. ده غير ان هي وصلت لحد 60 مليون مشاهده. وبالمناسبه انا عايز اقول كده ان الرقم ده تقريبا الريت شويه عند مستر بيست، لان مستر بيست المتوسط عنده بعد يومين من نزول الفيديو بيوصل تقريبا ل 100 مليون مشاهده. هتقول لي طيب ليه ممكن يكون الريتش ده واقع؟ هل عشان المحتوى نفسه مش قوي؟ لا، انا عايز اقول بس ان اول المحتوى نفسه مش قوي، فالمصريين لما بيلاقوا حد بره بيتكلم عنهم بيفجروا الريتش بتاعهم. زي مثلا ان مانشستر سيتي دلوقتي تقريبا بشكل يومي بتنزل لعمر مرموش حوالي 15 60 بوست مثلا ولا حاجه. ولكن مستر بيست عامل حركه كده في اليوتيوب عنده ان رابط الفيديوهات بتاعته ببعض بشكل ما، فبيخليك ان انت بعد ما بتخلص الفيديو بينقل على فيديو تاني، فده بيوقع الريتش بشكل ما. يعني هتلاقي ان قبل السلسله دي الفيديوهات عنده بتكسر ال 200 مليون مشاهده بعد شهر، احنا غالبا هنتاخر شويه قبل ما نوصل للرقم ده. خلينا نبص ان في 70 مليون بني ادم شافوا الفيديو ده في خلال يومين. اللي عايز اقوله في نهايه الحلقه دي ان مهم قوي فكره ان انت تعمل كولاب مع اي شخص، خصوصا لو هو عنده فاليو كنت انت محتاجها او لا. يعني انا بالنسبه لي شايف ان واحده من اذكى واصيع الحركات اللي عملتها وزاره السياحه ان هي عملت كولاب مع مستر بيست، حتى لو هو غلط او قال كلام ما ينفعش يتقال، زي ان هو اجر الاهرامات لمده 100 ساعه، وكلمه زي دي مستفزه بشكل ما. حتى هو في الفيديو لما بدا الفيديو ما قالش ان هو اجر الاهرامات، هو قال بطريقه ما قدرنا ان احنا ناخد الاهرامات لمده 100 ساعه، لان هو ما يقدرش يقول كلمه زي دي، لان زي ما قلنا الجمله نفسها تقيله. وهرجع طبعا واكرر واكد على فكره ان يا جماعه الكولاب شيء مهم جدا لاي حد بيبدا في اي مجال ايا كان، وبيكون مميز جدا ومفيد جدا خصوصا في صناعه المحتوى. فلو انت بتتفرج عليه دلوقتي وانت صانع محتوى، فانا بمد ايدي لو حد حابب ان هو يعمل اي كولاب معايا باي شكل كان، ايا كان هو شاطر في ايه، ما عنديش مشكله ان احنا نكريت حاجه سوا ونفكر في حاجه سوا. انا بشوف ان انا شغفي بصراحه في اليوتيوب، وبشوف شغفي ان انا دايما عايز اعمل حاجه اقدمها هنا على المنصه هنا. لو حد من زمايلي واصحابي كونتنت كريتور او شايف ان احنا ممكن نقدم حاجه سوا هنا، فانا يلا بينا، انا معاك. ويا عم يا عالم يمكن بعد سنه ولا 2 نبقى اشطر من مستر بيست وبيطلب مننا اعلانات في دول زي الامارات مثلا. انا طولت شويه في الحلقه دي، بس انا صراحه كنت عايز اتكلم في كذا نقطه وفي كذا حاجه، بس انا كده خلصت، واشوفكم في حلقه قريبه ان شاء الله. السلام عليكم.